عقبال عندكم يا حبايب. يا خالته انا فرحانه قوي ان مازن خلاص هيتجوز. وانا كمان مبسوطه قوي اني برص له دولاب فرحه وهدومه الجديده، مع اني والله زعلانه خالص اني مش هرص له هدومه ولا هغسلها تاني، ويجي بقى يقول لي فين التيشيرت الاخضر بتاعي يا ماما، هيقطع بيا قوي ابن الجزمه. مش مشكله بقى يا خالته طالما رايح بيته مع عروسته اللي بيحبها. ايه ده يا طنط، حضرتك تعبتي نفسك قوي، اقعدي استريحي وانا هعمله. لا يا حبيبتي مفيش تعب ولا حاجه. معلش بقى يا طنط، اصل انا ومازن متفقين نرصهم بطريقه معينه. ربنا يحرق دمك. يعني انا احمل واولد وارضع واسهر واكبر واعلم واربي واجهز واجوز علشان تيجي مرات ابني تقول لي دورك خلص علشان احنا كتبنا الكتاب؟ ومعلش يا طنط، اصل انا ما بحبش حد يدخل اوضه نومي. هو انا داخله عليكي يا اختي وانت نايمه؟ انا داخله ارص لبس ابني العريس لسه، ولا ما اجيبلوش هدوم واسيبهولك ماشي في البيت عريان طول اليوم؟ ده معناه بقى ان في المستقبل كل ما ادخل بيت ابني اقامتي تبقى متحدده فيه، يعني ما اتحركش غير باذن من مراته؟ مين بقى اللي قال ان ام العروسه تروح تفرش دولاب بنتها وام العريس متحرم عليها تفرش دولاب ابنها؟ هو مين اصلا اللي قال ان العروسه تجيب اهلها وجيرانها واصحابها في الفرش، وام العريس ممنوع لانها بحجه انها هتبهدل الدنيا او الناس اللي جايه تبعها هيعملوا لنا عمل؟ ومين بقى اللي قال ان شقه العروسه تتفرش وتتقفل وممنوع اهل العريس يدخلوا، واهل العروسه بس هم اللي يبقى معاهم المفتاح يدخلوا ويخرجوا زي ما هم عاوزين؟ ليه؟ واحنا داخلين قريه في الساحل الشرير هم معاهم الباركود واحنا لا؟ انا بصراحه زعلانه قوي 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 وباكل في نفسي. وعشان ما تفهمش غلط، انا بتكلم على التجهيز اللي قبل الفرح. انا ضد التدخل في حياه ابني ومراته في بيته بعد الجواز. انا لا عايزه يبقى معايا نسخه من مفتاح شقته ولا عايزه ادخل اوضه نوم. انا عايزه لما اروح عندهم اتعامل معامله الضيفه. انا بتكلم عن التجهيزات اللي في الاول. ليه ممنوع اني ادخل شقه ابني؟ ده انا من كتر غيظي نزلت بوست عشان اسال الناس، والكومنتات اللي جات لي زعلتني جدا اكتر ما انا زعلانه. انا طول الوقت بقول مرات الابن مظلومه، وبقول للحما بالراحه شويه على مرات ابنك وحبيها وخليها زي بنتك، لكن البوست بقى اثبت لي ان مش على طول مرات الابن هي اللي مظلومه، ده في حموات كتير مظلومين. زعلت وفكرت ان ممكن يتعمل معايا كده وانا معايا 3 صبيان زي ما انتوا عارفين، وده كله من غير ما اعمل حاجه او قبل حتى ما افكر اعمل حاجه، لمجرد اني اخطب لهم او اجوزهم يبقى انا كده ماليش دور ودوري خلص في حياتهم. رسالتي بقى المره دي لمرات الابن، حبي حماتك شويه وعامليها زي امك، ومش لازم تبقي داخله واخده موقف دفاعي ضد حماتك من الكلام اللي بتسمعيه. جايز تبقى طيبه وشخصيتها مختلفه وتحبيها اكتر من مامتك. انا كل قصدي ان انت ما تحكميش على الحاجات الا لما تجربي. زعلانه قوي زعلانه قوي بجد. يا خبر، ده الساعه 3 وعمرو زمانه جاي من الشغل. تعالوا بينا المطبخ نكمل حكاوي واعمل الغدا. قلت اعمل لعمرو والعيال شويه مكرونه باللحمه المفرومه، ما بتاخدش وقت علشان نلحق نقرا الكومنتات كلها سوا. اقرا لكم بقى شويه كومنتات لان الكومنتات زعلتني قوي اكتر ما انا زعلانه. يلا نحمر البصله وانا بقرا. رحمه حمدي كاتبه العريس بيودي هدومه كلها قبل الفرش والعروسه اللي بترصها. ده كلام يا رحمه؟ وقال مكمله وبتقول مامه العريس تدخل في اي وقت هي عايزاه بس لوحدها، ما تجيبش العيله والناس اللي في الشارع والجيران وكل حاجه. نسيتي بقى تقولي لي يا رحمه لو عنده اخوات اجيبهم بعد اذن سيادتك ولا لا؟ يعني بعد اذنك لو ما عنديش بنات يا استاذه رحمه ممكن اجيب بنت اختي تساعدني؟ سهى بقى كاتبه انا عندي 3 صبيان وبنت، هكلم حمد بنتي واستاذنها ان هي تيجي تفرش معانا وتفرح بحاجه ابنها. كلك ذوق. نور كاتبه العروسه هي اللي ترص الدولاب كله. ماشي يا نور، رصيه يا حبيبتي وانبسطي وافرحي، بس اسمحي لي يعني ان انا افرح بحاجه ابني معاكي وارصها بعد اذنك. بنات اخر زمن عايزين يلغوا دور الحما من حياتهم، ليه معرفش؟ من قبل ما بيتجوزوا ومن قبل ما يعرفوا حماتهم بيبقوا كارهينها وهم بيلبسوا دبله الخطوبه لسه. يا ساتر يا رب. بس ارجع واقول ان الحما هي اللي عملت الانطباع ده عند مرات الابن. شوف ميه المكرونه غليت ولا لسه؟ قربت اهي. ام سيف بقى كاتبه تروح قبل العروسه ده بيت ابنها. ماشي، هي ممكن برضو تروح قبل العروسه ما تروح تفرش وهي تروح تفرش حاجه ابنها، بس على فكره احنا ما بنعملش حاجه حرام ولا بنسرق يعني، عادي. خالد صلاح بقى كاتب تروح قبلها احسن عشان تلحق لابنها رف. لان فعلا العروسه بتاخد الدولاب كله وبتسيب للعريس ربع شماعه ورف واحد. انا ركز في اللحمه عشان البصله ما تتحرقش وعمرو والعيال يلاقوا اكل ياكلوه، لا الاكل يتحرق ولا الحق ارص شقه مروان ولا الحق اشوف عروسه مازن. مها بقى بتقول تدي صاحبه البيت هي اللي ترص دولابها علشان هي اللي هتطلع بعد كده، ده على اساس ان ابني ايه لما هيعوز قميص ولا تيشيرت وانت مش موجوده هيتصل بيكي يرجعك تطلعي له؟ ايه المشكله؟ مش فاهمه يعني. لما انا هرص ايه المشكله عن ان انت ترصي؟ انت بترصي وانا برص، وابني لما يحتاج حاجه يفتح الدولاب ويطلعها، فرق ايه رصي عن رصي؟ بنات اخر زمن. ده طلعت بقى ساندي كاتبه ودعاء كاتبه ونور كاتبه، كلهم كاتبين الام تسيب شنطه هدوم العريس في الصاله والعروسه هي اللي ترصها وهي بترص هدومها. واسيبها ليه في الصاله يا حبيبتي وادعي بنفسي واجي احطها في الصاله؟ ما ابعتها باوبر احسن. ما خلاص انا كده خلاص دوري خلص، ممنوع ان انا اخش شقه ابني، ممنوع ان انا افتح دولابه، اتصرف في اي حاجه تخصه خلاص. وبرضه هتكلم واقول تاني، انا مش بتكلم وهم متجوزين، انا بتكلم كل ده في تجهيزات الفرح.
تعالوا بقى نشوف السبب الاساسي اللي مخلي كل البنات بتعلق التعليق ده. ليه؟ انا كنت بنت وفي مكانهم وفاهمه هما بيفكروا ازاي. البنات بتفكر ان الحما لما بتروح يوم الفرش بتقعد تبص في العفش وتتمقلس وتتريق، وده حلو وده وحش، وده انت جايبه منه ليه قليل، وده جايبه منه ليه كتير، وده مش عارفه مش براند، وده شعبي مش نظيف. ايه اللي جايبينه شعبي وايه اللي جايبينه براند، ايه اللي جايبين منه نظيف وايه اللي جايبين منه اي كلام. هي البنات بتخاف من النقطه دي. لكن البنات بقى اللي كاتبالي وبتقول لي انها بتعمل اعمال والحاجات دي، لا عيب. اصل هي هتعمل عمل لابنها؟ هي في ام هتاذي ابنها؟ طالما انت واثقه في نفسك يا حبيبتي وواثقه في اللي انت جايباه مالكيش دعوه بحد. ولا انت كاتبه حاجه في القايمه ما جبتيهاش؟ اهي واحده بتقول اللي انا بقوله اهي، هي تروح تفرش وتحفر وتتفرج ليه؟ يعني ايه هتبصي ليه؟ يعني هي غيرانه منك مثلا ان انت اتجوزتي وهي لا؟ ما هي متجوزه ومخلفه وبتديكي ابنها. ما حط المكرونه عشان كلامكم يعصب. وبعدين انتوا خايفين منها ليه؟ ما هي اللي مربياه. يعني لو هي وحشه هو وحش، ولو هي كويسه هو كويس. اتحملي بقى كل اختياراتك وخديه بالباكج بتاعته. العريس بامه بابوه باخواته باهله بعيلته. مفيش واحده بتتجوز راجل لوحده. انسي الكلمه دي وشيليها من حياتك. وبعدين حطوا نفسكم مكانها. ام العريس لو قالت اي كلمه او رايها في حاجه بتبقى الحمل عقربه، لكن اهل العروسه بيبقوا معاها في كل حاجه وبيتدخلوا في كل حاجه وبيبقى على قلبها زي العسل. ويا عيني العريس ما يقدرش يقول حماتي العقربه زي ما العروسه بتقول امه العقربه. جت على حته الرف الحزين وحته الشماعه اللي قد كده اللي هترص فيهم هدوم ابنها، نعمل لها حوار بلا خيبه. بكره والله لو طلعت كويسه وحبيتيها تتمني ان هي تعمل لك كل حاجه في البيت. لو يرجع بيا الايام اخليها هي قبل اي حد. بشوف اللحمه ملحها عامل ايه. ملحها مظبوط. تسلم ايدك يا لولو. شيرين كاتبه يا عيني يا شيرين، ان شاء الله هبقى ام العريس واحترم نفسي واترزع في بيتي الاثنين وهدي هدوم ابني لحماته ترصها بمعرفتها. اهم حاجه ما يقولوش عليا حربان. شفتوا وصلتوا الناس لايه؟ يعني امه ما ترصش غياراته وبوكسراته وحماته هي اللي ترصها؟ ده منطق؟ عيب عيب. وبعدين انا عايزه اقول حاجه كده، خدوا بالكم ان ام العريس ما بتفرحش في كل الخطوات زي ام العروسه. ام العروسه في كل حاجه مع بنتها، في الاتفاق وشراء الشبكه وشراء العفش واختيار الفستان وكل حاجه، فبتفرح معاها بكل تفاصيلها. ده اللي عندها بنات بتجهزهم وهم لسه في كيجي. شايفين بتتبسط من امتى؟ والعيال عندها 4 سنين و3 سنين. لكن الولاد بيعملوا كل حاجه من دماغهم، بيشتروا الشقه ويشطبوها. ما هي الام مش هتروح تقف مع العمال، فما فيش تفاصيل بتشاركها فيها مع ابنها غير هو حته الرف الحزين اللي عايزه ترصه. ما هو لما بيخطب كل ما يجي يشتري حاجه بياخد خطيبته، وخطيبته بتاخد مامتها. ده حتى في الفرح هي بتروح الفوتو سيشن مع بنتها وانا بترزع في القاعه استقبل الناس. وانا ماليش نفسي اصور مع ابني حتى صوره فوتو سيشن، خلوني معبيه وساكته. هي امه ليه تدخل اوضه نومه اصلا بعد ما العروسه تفرش حاجتها؟ هو ينفع تكلميني خاص عشان بس عايزاكي في كلمتين؟ مش هينفع اقولهم كده. انا عايزه اعرف بقى انت عامله ايه لابني في الاوضه. ما هو بقى يلا، ما انتوا بتقولوا الحما عامله عمل، يلا بقى انا عايزه اعرف انت عامله ايه لابني في الاوضه. وبعدين يا اختي هتكوني جايبه ايه مخبياه؟ عندك حاجه مثلا مش عندي؟ ولا تكوني مفكراني هاخد حاجه من حاجاتك لنفسي؟ لا يا حبيبتي، انا اوضتي فيها ما يكفيها، وتعالي شيلي وحملي. هبقى ابعت لك يا اختي شويه منهم هديه مع شنطه هدوم الواد اللي هسيبها لك في الصاله. وبعدين يا اختي الكلمه اللي انت ماسكاها لي كل شويه رصيتي رصيتي رصيتي، سيبيها ترص الرصه اللي هي عايزاها، ولما تمشي بقي رصي رصتك. ما توقفيش الفرحه في زورها، اكبري بخاطرها عشان ربنا يكبر بخاطرك. انا صفيت المكرونه ورجعتها تاني عشان احط عليها اللحمه، عشان ما حدش يقول لي انت حطيتي اللحمه على المكرونه بميتها، بس انا عشان متعصبه. يا خراشي على الريحه، تسلم ايدي والله العظيم، عقبال ما اعملها لعروسه ابني. ده لو طلعت كويسه وخلتني ارص الدولاب. ما تزعلوش مني يا بنات، انا بقول الحق. هونوها على بعض وخلي المركب تمشي، وخلينا كلنا ننبسط بفرحتكم ببعض. احنا كمان نفسنا نفرح، ونفسي ادوق معلقه المكرونه دي بنفس. طعمها تحفه حلوه قوي. يا رب ما خلصت الحله قبل ما عمرو يجي من الشغل. اكتبوا لي بقى انتوا كمان في الكومنتات ايه رايكم، مش في المكرونه، في موضوع الحما ومرات الابن اللي هترص رف الدولاب.